شاشة إعلانات كبيرة في شارع فيصل، بدل ما تحط إعلانات عملت ده، حطت صور وفيديوهات للرئيس عبد الفتاح السيسي. دي واحدة منهم، ودي التانية، ودي اللي اتقال ان حصل اختراق الكتروني للشاشه دي. اجهزه الامن اتحركوا بسرعه طبعا، قفلوا الشارع وقطعوا الكهرباء عن الشاشه دي. بس مين اللي عمل كده؟ طلع كلام اتقال ان ده من فعل اللاجئين السودانيين في مصر، وان وزاره الداخليه قبضت على عدد منهم. لكن الكلام ده نفته وزاره الداخليه تماما، وقالت في بيان على موقعها ان لا صحه للكلام ده، جري اتخاذ الاجراءات القانونيه للمروجي الاشاعات دي. الناس التانيين شايفين ان دي حركه كرييتيف للمعارضه، خصوصا بالتزامن مع دعوات التظاهر اللي بتحصل حاليا. في ناس عجبتها الحركه جدا زي عمرو واكد اللي طلع عمل التويت دي: من يستطيع اختراق شاشه عرض اعلانات في الشارع اليوم، غدا سيخترق شاشات التلفزيون، وبعد غد سيخترق شاشات تليفوناتكم، مساله وقت يا نظام. هنا عمرو واكد كان بيشير في موضوع اختراق التلفزيونات ده لسيناريو أشبه بفيلم فانداتا، فاكرين؟